يا ولاد يا ولاد، تعال تعال علشان نسمع أبلة إيفا راح تحكي لنا حكاية لطيفة وتسلينا وتهنينا وتزعلينا كمان تقاسمنا. أبلة أبلة إيفا. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، كان في ناس عايشين في مكان اسمه كفر الفلاليط. الكفر ده كان في وادي بعيد ومش بعيد، مش معزول، لكنهم كانوا معزولين. كانوا راضيين وبالعيشة مبسوطين، يشربوا ويزرعوا من بير ميته عكرة اسمه نبع المفهومية. شيء واحد كان ساعات يعكر صفو أيامهم اللي شبه بعضها. الشيء ده هو السؤال الخطير: في إيه برا وادينا؟ السؤال ده لو زن في دماغ واحد من سكان كفر الفلاليط فده نذير الخطر وعلامة على الجحود والبطر. في البداية كان في عيال متهورين، تلاقي العيل من دول واخد بعضه ورايح لأصحاب الطوائي المبجلين اللي عند كهف الأسرار قاعدين، واللي عارفين العفريت مخبي تحويشة العمر فين. وبعد السلام والتحية يجي السؤال: ألا هو في إيه برا وادينا يا سيدنا؟ ويكون لي جواب: وبتسأل ليه يا ولا؟ هو السؤال حرم يا سيدنا، السؤال من غير سبب قلة أدب. قوم فز قامت قيامتك. وشوية شوية سكت السؤال، ما عادش حد بيسأل، وبعد شوية كمان ما بقاش فيه حد عاوز يسأل، وشوية كمان ما بقاش حد يعرف أصلا يعني إيه سؤال. والحكمة اللي تناقلتها الأجيال كانت أسطورة بتقول إن اللي سأل مرتاحش، واللي عقله وزه يخرج برا الوادي مرجعش. وكأنهم جوه سجن، لكنه سجن ملوش جدران. ومرت السنين لحد ما في يوم الشمس غربت زي ما بتغرب كل يوم، وكل حي دخل داره وقفل بابه وشد الحافل. وفي سكون الليل سمعوا صوت خطوات في الشارع الخالي. خير، اللهم اجعله خير. انس ولا جن؟ مين هيمشي في الشارع في الساعة دي؟ والكل خايف يوارب باب ولا شباك ويبص يشوف مين اللي خطواته بترن في قلب الليل. وفضلت الخطوات تقرب وتقرب لحد ما وقفت عند باب بيت من البيوت، وخبط الشبح المجهول على باب البيت. محدش رد. خبط تاني وقال: افتحوا، انا مش غريب. افتحوا، انا مش عدو. افتحوا، ده انا حبيب. اتوربت ظرف الشبابيك وطلت العيون والانابيب، وصاحب البيت اتسحب بشويش ووقف ورا الباب وفي ايده قنديل، وهو بيقول في عقله: الصوت ده مش غريب عليا. واول ما فتح الباب وشاف وش اللي دق بابه شهق كأنه شاف عفريت، وقال: مين هو انت؟ وتعالت الهمهمات من نوافذ الأكواخ: مين 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 يا حرنكش؟ حرنكش قال: ده الواد فلحوس يا جدعان، فلحوس رجع. وهمهمت الأصوات وقد اختلطت فيها الدهشة وشيء من الفزع: فلحوس؟ يا سنة سوخة يا ولاد، رجع ازاي؟ وفلحوس يا سادة يا كرام كان عيل تلفان مخه تعبان، يصبحهم بسؤال ويمسيهم بسؤال. وآخر المتم قال لهم: حتما ولا بد يحاولوا يخرجوا برا كفر الفلاليط ويشوفوا ايه براه، مش يمكن اللي عايشينه وفاكرينه حياة أصلا مش حياة. كلام فلحوس كان بيرعبهم وكان بيحيرهم، خايفين يكون بطر وخايفين يكون معاه حق ويطلعوا مغفلين. وفي خضم البلبلة كان لازم أصحاب الطوائي المبجلين حراس كهف الأسرار يتصرفوا، وعملوا اجتماع سري على أعلى مستوى. واحد منهم قال: نطرده.
رد عليه كبيرهم بعد ما شملوا بنظرة استنكار يشوبها الاحتقار: انت عبيط يا مبجل، افرض رجع وقال انه شاف وعرف دنيا غير دنيتنا وحياة احسن من حياتنا، يبقى ازاي الحياة؟ فرد اخينا بحيرة: هيرجع ازاي يا كبير؟ مش اللي بيروح ما بيرجعش. وهنا صمت الكبير مطرقا وهو بيقول لنفسه: أنا محاط بشلة متخلفة. ثم رفع راسه ونظر مباشرة في عين رفيقه وقال له: انت هتخيب يا مبجل، احنا بنقول لهم كده، لكن هيرجع او مش هيرجع مين يعرف؟ انت تعرف. فكلهم قالوا بصوت واحد بعد لحظة صمت: والعمل يا كبير. فالكبير قال: احنا نقول ان جاله لطف، وان حالته خطر على نفسه وعلى الناس، ولذلك قررنا حبسه في بيته حرصا على سلامته وسلامة اللي حواليه، ونحرم الكلام معاه أو عنه لحد ما ياكلوا النسيان. كلهم انبهروا بالفكرة وهتفوا: براوة يا كبير، دماغ المظات صحيح. برافو برافو. وهوب، أخذوا من كل رجل قبيلة وجابوا فلحوس هيلة بيلة وحطوه جوه بيته ومسمروا الباب والشباك، وكل يوم يحطوا له قلة مية ورغيف في طاقة الباب. وشوية شوية هديت الدنيا واتنسى فلحوس. المدهش إنه مقاومش، مرفص، انتظر في صمت لحد ما نسيوه، وبدأ يحفر بصبر تحت جدار بيته من الجهة اللي بتطل على الخلا، ولا الأستاذ أنور وجدي في فيلم أمير الانتقام. وفي ليلة كانت الريح شادة حيلها شوية وكله قافل على نفسه بابه، اتسحب فلحوس وزحف تحت الجدار وانطلق للمجهول. كان خايف من اللي سابهم وراه وخايف من اللي منتظره قدامه، وفضل ماشي أيام وليالي خايف وتعبان جعان وعطشان ومش عارف رايح فين ولا آخرة المشي ده ايه، وبقى مش متأكد هو عمل كده ليه أصلا. ملقاش جوه دماغه إجابة غير إنه ما كانش قادر يعيش من غير ما يسأل، ولا قادر يقبل إن أسئلته تفضل من غير جواب. وكتير فكر يرجع، كتير فكر يرجع من حيث أتى، لكنه كان بعد ما بيدير وشه في اتجاه الرجوع ما بيقدرش يتحرك خطوة، وكان بيرجع يكمل مشواره اللي مش عارف هينتهي امتى وازاي وفين. وأخيرا بتنتهي أيام التيه وبيوصل لمكان جديد وبيقف مبهور بالبراح. وشاف ناس حواليه، كلمهم وكلموه، سألهم جاوبوه، عاش بينهم حكالهم وهم علموه. ومرت السنين وفي يوم نداه الحنين، وبعد تفكير قرر انه يرجع لكفر الفلاليط. لما بقجته ورجع المرة دي كان ماشي عارف الطريق، وهو وصل وواقف قدامهم، هو فرحان بيهم وهم خايفين منه. حرنكش بلع ريقه قال أخيرا: خش يا فلحوس، تلاقيك تعبان وجعان، تعالى كلك لقمة وارتاح والصباح رباح. يلا يا اخوانا كل واحد على داره والنهار له هنين. كان غريب تصرف حرنكش ده، هو نفسه ما كانش عارف هو عمل كده ليه، ولا عارف فلحوس اختاره هو دونا عن سكان الكفر كلهم ليه. ولما الصبح شقشق ما كانش فيه زخنوق في كفر الفلاليط ما سمعش عن خبر رجوع فلحوس. وبيجتمع مجلس الطوائي وبيقرروا يبعتوا يجيبوا فلحوس. وبعد ما فلحوس حكى حكايته كان عشمان إن أصحاب الطوائي يثنوا على شجاعته لما قرر الرجوع، ويغيروا رأيهم ويسمحوا لأهل الكفر بالخروج منه ويشوفوا الدنيا. لكن الكبير فضل ساكت وهو بيبص لفلحوس نظرة باردة منذرة، وقال بصوت هادي: يا عيني يا ولدي، هو اللطف اللي في عقلك خلاك تهلوس؟ هو في حد خرج من الكفر ورجع؟ فلحوس اندهش جدا وقال بانفعال: أنا رجعت. فرد عليه الكبير وقال: مش لما تبقى أصلا خرجت؟ كنت مستخبي فين يا فلحوس يا ابني؟ لو قلتلي على كل حاجة هجوزك هالنوم.
فالحوس قال وهو بيشد في شعره مستخبي: بتقول ايه؟ هنومة مين؟ الكبير قال: بلاش هنومة لو مش عاجباك. شوف يا فلحوس، انت زي ابني وواجبي احميك واحمي الناس منك. انت هتفضل هنا في بيتي. وفي هذه الأثناء حرنكش كان ساكت ما بينطقش، لكنه كان مستاء. كان عاوز يقعد مع فلحوس ويكلمه، كان تقريبا مصدقه، لكن نظرات الكبير الباردة المحذرة خلته يتراجع. وفات يوم ويومين، أسبوع، شهر، وفلحوس هادي، لكنه بيفكر ازاي يهرب تاني. كان عارف ان المرة دي هتكون أصعب بكتير من المرة اللي فاتت، وبقى مقتنع انه خلاص أدى واجبه تجاه أهله، ودلوقتي واجبه تجاه نفسه انه يحاول يرجع تاني للبراح. وبعد تفكير كتير قرر انه يجري. ايوه، ببساطة يخرج من باب البيت ويجري. محدش مستنيها، ففي امل انه يقدر يفلت، وهو عارف الطريق ويقدر يستخبى لحد ما الجو يهدى. وفعلا مع الغروب وقبل ما الباب يتقفل بياخد ديله في اسنانه ويجري. المفاجأة فعلا سمرت الجميع ما عدا الكبير، كأنه كان مستنيها وراح صارخ صرخة مهولة: الحقوا المجنون! مخبي سكينة. ناوي على ايه يا فلحوس يا ابني؟ الناس طلعت تجري وراه، هو يجري وهم يجروا وراه. لحد ما حد منهم نشر طوبة رشقت في نافوخه وبيقع على الأرض. الكبير ما كانش ممكن يسمح له انه ينطق، وراح رامي عليه حجر. الناس بقت هي كمان ترمي أحجار على فلحوس اللي استسلم لمصيره، وعينه جت في عين حرنكش قبل ما يغمضها للأبد. فجأة كل شيء سكت، انفض الجميع وسابوا فلحوس مرمي مكان ما وقع على أطراف الكفر. وكل حي رجع بيته، ومرت الأيام وفي الجو شيء تقيل. الحياة في الكفر ما بقتش زي الأول، وحرنكش بقت حالته حالة، ومش عارف يفسر إحساسه بالكسوف من نفسه. مرت سنين والناس بتسأل ليه ما بقيناش مرتاحين يا سيد، وسيدنا يقول لهم: ما هو كله من نجاسة أفكاركم. مجرد السؤال ده مجلبة للتعاسة والبؤس. وفي يوم ما بقاش حد يسأل وما بقاش حد مرتاح، وحرنكش فجأة بيفتح باب بيته وبيقف في الشارع وبيزعق ويقول: أنا ماشي، ولا هتقولوا عليا عندي لطف أنا كمان زي ما قلتوا على فلحوس؟ والناس بتبص لبعضها ويقولوا: ماله ده؟ وبيتجرأ واحد وبيمد خطوته وراه وبيقول له: استنى يا حرنكش، أنا جاي معاك. وواحد تاني وتالت، الكفر كله مشي ورا حرنكش. ليه؟ محدش عارف. ولا حد عارف بعدين. الطوائي المبجلين بيقفوا مذهولين، رايحين فين يا مجانين؟ ولما محدش التفت لهم بصوا لبعض وطلعوا يجروا وراه: خدونا معاكم. وحرنكش من حيث لا يدري ولا يريد بقى زعيم، والناس فاكرة انه عشان فلحوس بات في بيته ليلة يبقى اكيد وحتما ولا بد قال له على السر وقال له على الطريق. والحقيقة ان فلحوس ما قالوش حاجة، لان حرنكش ما سألهوش. هو زيهم مش عارف الطريق ولا عارف هو رايح فين. كل الحكاية انه في لحظة تهور قرر انه يمشي للمجهول بدل ما هو قاعد مستنيه يجيله. والمفاجأة انه لما خرج برا الوادي لقى حجر كبير مكتوب عليه بالأحمر بخط واضح: لمن سيسير بعدي اتبع السهم. وتحت الكلام سهم بيشاور على الاتجاه. فهم حرنكش ان فلحوس هو اللي كتب الكلام ده، ومشي حرنكش والناس وراه في الاتجاه اللي السهم شاور عليه. وعلى مسافات متقاربة كانوا بيلاقوا حجر زي الحجر الأولاني عليه نفس العبارة وسهم بيشاور على الاتجاه. وبعد مسيرة أيام وليالي بيوصلوا للبراح.
في منهم اللي عاش مبسوط، وفي منهم اللي فضل غريب بيحن لعيشة كفر الفلابيط. لكن حرنكش كان دايما بيفكر في فلحوس، فيتنهد ويقول: ألف رحمة ونور يا أصيل. حرنكش كان عمل قهوة وسماها قهوة الفلاحيس، وفي يوم كان قاعد ساهم تبدو عليه أمارات التفكير العميق. كان حاسس في قرارة نفسه إنه مدين لفلحوس بالفضل في حياته الجديدة، وإن كل أهل الكفر مدينين له زيه، وإنهم لازم يرجعوا كفر الفلابيط ويعملوا ضريح ونصب تذكاري يليق بذكرى فلحوس ذاك الفتى العظيم. وفعلا بيقترح الفكرة على رفاقه وبيوافقوا وبيرجعوا للوادي، وفي مشهد مهيب بيبنوا نصب تذكاري عليه شاهد كبير وبيكتبوا عليه السؤال محرومش. وبقت الناس تيجي تحط ورد على الشاهد وتقف دقايق في صمت وإجلال لروح فلحوس. ومرت السنين وبقى الفلحوس موردين، اتنست الحكاية وبقت تتحكي حكايات جديدة عن فلحوس وحرنكش، ولا حكايات جلجامش وإنكيدو، وإزاي الأجداد العظام صنعوا ملاحم ومعجزات في رحلتهم من كفر الفلاليط للبراح، ولا إيازة هومرس في زمان. وبقى للضريح حراس وخدام لابسين طواقي خضر بيحكوا للزوار إزاي كان فلحوس ورفاقه بيلبسوا طواقي أحلى من بريد شيجيبارا، وإن أصحابه كانوا بيدلعوه ويقولوا له يا بطاقية. شغلت بيها البلد ولا انشغل. وتوتة توتة خلصت الحدوتة خلصت، لكن فضل السؤال: هو الإنسان عاوز إيه؟ عاوز الحقيقة ولا عاوز يبقى مرتاح ويقضي حياته بهدوء حيث وضعته الأقدار؟